السلام عليكم، أهلا بكم جميعا. هنعمل مع بعض النهاردة الشيش طاووق المشوي بطعم جبار، بألذ وأجمل طعم وريحة وطريقة مفيش أسهل من كده. الشيش طاووق المشوي الخطير بإذن الله هتجربوه بنفس الطريقة وعلى ضمانتي. أنا واثقة من جماله وحلاوته والكل هيسألك على الطريقة. خطير يا بنات بجد. ممكن تقدميه جنب صوص الطحينة وعيش وبألف هنا، ودي طريقتي المفضلة. ممكن تعملي جنبه مكرونة زي ما تحبي، بألف هنا وشفا. وكمان قطعت تحتيه بصل، رشيت عليه رشة ثوماء ورشة ملح صغيرة، وقطعت كمان بقدونس من غير العيدان. جميل جدا يا بنات، شايفين طري ازاي؟ حلو قوي. بإذن الله بنفس الطريقة كده جربوه وإن شاء الله هتعتمدوا الطريقة. علشان ما اطولش عليكم هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا هنا يا حبايبي في المقادير كيلو من اوراق الدجاج مخليه من العظم، وطبعا متقطعه تقطيعه وسط زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. لازم طبعا تكون قبلها منقوعه في محلول النقع، دقيق وملح وليمون وخل وميه، مش اقل من ساعتين. تتشطف حلو قوي وتتقطع بالطريقه دي لو هي مش متقطعه، لو كانت مخليه فقط. معانا بصله كبيره، 5 فصوص توم، 3 حبه فلفل احمر صغير، و3 حبات طماطم او 4، مش هنكتر عن كده. هيتفرموا كل دول في الكبة بعد ما نفرمهم في الكبة او في الخلاط زي ما انت عايزه. المهم انا مش هاخد اللي طالع في المصفى ده، هستغنى عنه. انا هاخد السائل اللي طلع صفيته كويس جدا وهحط عليه التوابل دي. كل ده هكتبه لكم في صندوق الوصف يا حبايبي. وكمان معانا معلقه كبيره من دبس الرمان، ومعانا عصير ليمونه كبير. تمام كده. كل ده هنحطه على خلطه الطماطم المفرومه بالفلفل والبصل والتوابل، هنقلبهم كويس قوي. وبعد كده هننزل بقطع اوراق الدجاج، قطع شيش طاووق. تمام يا بنات، بنات حبايب الجداد اللي لسه بيتعلموا. هنسيبهم في الخلطة دي مش أقل من ساعتين. لو تعرفي كمان تسيبيهم ليلة كاملة، يعني انت مثلا لو هتجهزي الغدا ده مثلا على الساعة 3 مثلا العصر، لا انت حطيه من بالليل في الخلطة دي وسيبيه في التلاجة. ومعانا كمان فلفل ألوان وبصل. لو البصلة صغيرة اقسميها نصين، لو البصلة وسط اقسميها 4/4. ومعانا طماطم صغيرة نفس النظام، لو هي شيري تمام سيبيها زي ما هي كده صحيحة. لو هي طماطم صغيرة، لو هي مثلا طماطم مقاس الليمونة اقسميها نصين. لو أصغر من مقاس الليمونة خليها صحيحة زي ما هي، بيبقى شكلها حلو. تمام. وابدأي بقى رصي البصل الأول، وبعدين رصي بقى قطعة من الفراخ أو قطعتين، وبعدين فلفل ألوان، طماطم، وهكذا زي ما أنا بعمل كده يا بنات. شايفين؟ بصلة، قطعة أو قطعتين من الفراخ، فلفل ألوان، وبعدين قطعة أو قطعتين من الفراخ، وبعدين بصلة واللي اتبقى من الفلفل الألوان والبصل والطماطم اعمليهم برضو في خلة وحطيهم في الصينية زي ما انتوا شايفين كده، صينية ليها حرف عالي، وانزلي بالخلطة بالصوص اللي احنا كنا عاملينه وحاطين فيه قطع الفراخ. انزلي بيهم عليه. ليه؟ عشان الخضار كمان يتبل يا بنات. هاتي بقى اي صاج عندك ولفيه بورق الفويل علشان ما يتحرقش، وشبكة تكون على قده بالظبط، صاج او صينية، المهم الشبكة تكون مقاسه. ادهيني الشبكة دي زيت بالفرشة كده، وابدأي رصي عيدان الشيش طاووق عليها يا حبايبي. تمام يا بنات، انا واحدة واحدة معاكم اهو. عملت معايا كمية حلوة قوي. العود ده انا حاطه فيه خضار بس، بصل وطماطم وفلفل الوان. تمام، هيتشوي معاه وهيبقى حلو قوي. انزلي بقى بالصوص اللي احنا كنا حاطينه عليها في الصينيه، انزلي برضو عليه في الصاج. تمام كده. هتطلع متبله وجميله وخطيره جدا. زي ما انتوا شايفين انا غلفت الصاج علشان ما يتحرقش، او الصينيه اللي عندك. انا بعد ما خلاص استوى وقلبت الشيش عصيان الشيش طاووق دولت يا بنات، بعد ما خدت وش رحت مقلباها، المهم يبقى لونها كله حلو. جبت فحمه وحطيتها تحت الشيش طاووق، ورشيتها رشة زيت، وغطيتها بورق الفويل. سبتها حوالي ربع ساعة عشان كله ياخد من ريحة الفحم أكنها مشوية على الفحم، وهيطلع معاكي بالشكل النهائي الخطير ده. شايفين يا بنات حلاوته؟ أنا هنا استخدمت فلفل ألوان لأن ده هيستحمل في الشوي شوية، غير الفلفل الرومي البلدي بتاعنا ممكن يتحرق منك. أما الفلفل الألوان عشان بيبقى سمكه تخين شوية بيبقى حلو كمان في الوصفة دي. إن شاء الله تجربوه وهتعتمدوا الطريقة بإذن الله.
وبكده يا حبايبي نكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير لكل حبايبكم. استنوني ان شاء الله في وصفات كتير حلوة قوي ومميزة. في حفظ الله يا حبايب قلبي، السلام عليكم.